السعادة في الأموال. بحث الناس عن السعادة في السهرات الحمراء وفي الاختلاط. بحث الناس عن السعادة في المنكرات. وبحث الناس وما زالوا يبحثون. والإجابة في الآية 97 في سورة النحل. قال الله تعالى: جزاك الله خير. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فذكر أن الإيمان سبب للهداية وسبب للسعادة. وفي القرآن الكريم في سورة النحل ربنا يتكلم الناس الآمنوا وعملوا الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة دي هنا في الدنيا. فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ده يوم القيامة. لكن الحياة الطيبة هنا. والزول الماء عاش حياته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال عنه شنو؟ قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. علماء التفسير بيقولوا ما في كلمة بتعبر لك عن الشقاء وعن التعاسة زي كلمة ضنكة. دي ضنكة يا أخي حتى في ألفاظ ذاتها جاب لك الضاد مع الألفاظ ذاتها. ألفاظ فوق شنو؟ فوق ضيق. صح؟ في بعض الناس يوهمك إنه الالتزام بالدين وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى فينا في الدنيا الزول ما بيحس بالسعادة. بنقول له لا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال المتقين عندهم شنو؟ عندهم النعيم. صح؟ ابن القيم بيقول: النعيم الذي وعد به المتقون هذا النعيم في الدنيا وفي الآخرة. وإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ده نعيم. ده نعيم الإيمان والإطمئنان واستقرار النفس وهدوئها وراحة البال. نحن دايرين نتكلم عن النعيم ده. لكن لا بد في هذه المقدمة أن نشير إلى أسباب هذه الشبهة. الناس اللي بيقول لك يا أخي والله الالتزام بالدين وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ما بيحقق السعادة. ويمكن ما يقولوا لك الكلام ده صراحة. لكن لو في شاب كده ما شاء الله بدأ يلتزم وبدأ يجي المسجد بيدوها له في شكل سؤال كده، يقول لي: يا زول انت مالك الايام دي ماشي المسجد طوالي كده. انا قبال كده زمان لما كنا في الثانوي واحد قال لي يا اخي انت لابس لك عمه وجلابيه مالك يا زول؟ شوف لك بنطلون جينزي البسه والبس لك تيشيرت وفكك من الحاجه اللي انت فوقها دي. ويمكن يتكلم عن الناس الملتزمين والمصلين في المساجد ويقول لك الناس اللي ما عندهم ضحك وما عندهم ونسه. ايوه. ويتكلم لك عن الزول المتحجبه، المراه المتحجبه ملتزمه بالحجاب الشرعي، يقول لك دي معقده. وعندنا شاب قبال كده بدا يلتزم يصلي في المسجد، جاي يصلي في المسجد مرتين ثلاثه كده. صاحبه قال له اسمه احمد، قال له: والله يا احمد بقيت زول نيلي. خلاص الشباب بيعرفوا الكلمه دي. قال له: والله الايام دي شايفك بقيت نيلي كده. نيلي معناه شنو يا شباب؟ ايوه، معنى الكلمه انه بقيت شنو؟ بقيت غريب كده بتمشي الجامع. والحاصل شنو؟ ملخص كلمات الناس اللي بيدندنوا حولها دار يوصلوا لك فهم انه والله التزامك بالدين ده ماله ما بيحقق سعاده. وكذبوا والله السعاده اللي بتلقاها في دين الله وفي شرع الله لا بتلقاها في المال ولا بتلقاها في الجاه ولا بتلقاها في السلطه ولا بتلقاها في معاقره الخمور ولا بتلقاها في الاختلاط. السعاده اللي بتلقاها هنا. وحنتكلم بعد شويه ونرد الشبهه بالتفصيل. لكن اسباب الشبهه دي شنو؟ ليه الناس يتركب لهم فهم في ذهنهم انه الزول اللي بيصلي في المسجد وملتزم وبيقرا قران، بيقول لك كان قرا قران كثير بيجين ذاته. صح؟ يا زول ما بيجي والله ده يا داو بيثبت. قال لك بيجي منه ابو بكر ماله ما جنه. سيدنا عثمان ما جنه ليه؟ سيدنا عثمان ده كان بيقرا القران كله في ركعه واحده، ما كان يجن. دي شبهات ساي. اسباب شنو الشبهات؟ واحده من هذه الاسباب انتشار العلمانية كأفكار أو العلمانية العملية عند الناس. كيف يعني؟ ما هو في ناس دارين يبعدوا المجتمع عن شرع الله. عشان يبعد المجتمع عن شرع الله بيقوم بيتعلق في شنو؟ يتعلق في الناس الملتزمين. ما بيتعلق في الدين عديل، بيتعلق في شنو؟ في
الناس الملتزمين مع زمان عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس النفاق، لما أراد أن يطعن في الدين ما طعن في الدين مباشرة، صح؟ ما سب الدين مباشرة، لكن طعن في منه؟ طعن في الملتزمين بالدين، فطعن في عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، دي محاضرتكم الأولى صح؟ أيوة. في نفس تلك الأيام طعن عبد الله ابن أبي بن سلول في القراء، فقال في غزوة بني المصطلق ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، الناس اللي بيصلوا بينا قال ديل الناس الحافظين ديل، قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبل عند اللقاء. قال والله الجماعة العاملين فوق المتدينين ديل ما عندهم شغل ذاته ولا الأكل، أرغب بطونا جنهم أكل وأجبل عند اللقاء خوافين. أنا قال والله الناس ديل بس جنهم أكل وخوافين. هو داير يطعن في الدين، لكن لو طعن في الدين مباشرة نفاقه ماله بيظهر، بيقوم بيتعلق في شنو؟ حملة الدين، فيتكلم في الصحابة. كذلك الآن العلمانيين ما بيجي لما نيجي يتكلم ما بيتعلق في الدين ويقول لك والله الآية دي ما صح، بيتكلم لك في الزول اللي بيدافع عن الدين. هذه العلمانية يجيب لك أفكار جديدة، بالله عليكم زول شاب الآن في زمننا ده بيطلع على بعض الأفكار التي يثيرها العلمانيين، نظرية فرويد النظرية الجنسية، ينشروها اليوم في القنوات وفي الميديا الآن، ده باني نظرية ويعظموا لك أمثال هؤلاء الفلاسفة. الشاب يقرأ الزول ده بعظموه، الزول ده فهموا شنو؟ فهموا إنه والله الدنيا دي بس الزول يجي خلق فيها من أجل الإباحية بس. قال والإنسان في هذه الدنيا لا غرض له ولا غريزة له إلا الغريزة الجنسية، حتى أن الطفل ليرضع من ثدي أمه غريزة جنسية. ده كلام فرويد، الجماعة الآن يرددوه. يتكلموا لك عن نظرية داروين إنه بني آدم ده والله مجرد حيوان، بني آدم ده ما كان قريد، قال كان قريد بس مشى قدام شوية القريد ده ضربه يتقطع وضفر ضفور وبقى بني آدم. الزول ده دار يصل لشنو؟ دار يصل لك إنه أنت والحيوان واحد، تاكل وتشرب وتتمتع زي البهيمة وكذب. وبيرد عليه برد بسيط، لو أنت بتقول لنا يا أخي بني آدم ده كان حيوان وكان قريد، حس القرود اللي قاعدة في الحديقة دي ما كان تتطور؟ دي اسمها نظرية النشوء والارتقاء والتطور بتاع داروين، وإلى الآن هذه النظرية تدرس في الجامعات. ليه حسب درسوها؟ ما إنه الشيوعية سقطت ذاتها في العالم وداروين ذاته النظرية بتاعته ثبت فشلها، لكن إلى الآن في ناس متمسكين بها. تقدر يطلع لك بني آدم بهيمة، إحنا بنقوم بنرد عليه ورد بسيط، بنقول له طيب القرود الآن القاعدة في الحديقة دي ما بقت بني آدم ليه؟ ما أنت قلت الإنسان كان قرد والقرد اتطور بقى بني آدم، هسه الآن القرود دي ما كانت تبقى بني آدم. سؤال ثاني، نحن يتطورنا بعد آلاف السنين بقينا بني آدم، طيب ما نتطور كان زيادة نبقى ملائكة، ليه قعدنا بس في الحد ده؟ ده أسئلة مطروحة له. ونظريات دي من ناحية الأفكار عندهم. من الناحية العملية يجي يقول لك، ودي شبهة كبيرة، يقول لك والله الغرب ما يتطور إلا لأنه طبق شنو؟ المدنية. ما بيقول لك نفصل الدين عن الحياة، يقول لك نفصل الدين عن الدولة. يا زول وده ما فهموا دار يفصل الدين عن الحياة، فيريد اقتصاد ليس على شرع الله. ربا عملت دار تعمله في المال، دار تتاجر وتبيع وتشتري، بيع أي شيء. وهم ذاتنا الناس تطبقوا العلمانية، هم ذاتنا الآن تضرروا منها. وأكثر الدول التي تضررت من العلمانية هي الدول التي نشأت فيها العلمانية. المفكرين الآن في الغرب يقولوا شنو؟ بيقولوا أكثر تجارة الآن منتشرة في الغرب تجارة الجنس الأبيض الرقيق الأبيض، تجارة الجنس والدعارة، وتجارة السلاح وتجارة المخدرات. هم ذاتهم الآن بيشتكوا من الكلام ده، يعني هم ذاتهم زهجوا منا. في بعض الناس دارين ينقلوها علينا. انتشار العلمانية وأفكارها كان سببا في طرح مثل هذه الشبهة. 2 من الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الشبهة اتباع القرب والتقليد الأعمى. عندنا بعض الشباب بيقلد تقليد أعمى، يعني أي حاجة شافها عملها خواجة وداري مفتكر إنه الخواجة ده أي حاجة عملها هي صح. مثلا عندنا واحد من الشباب جا خاش في الميدان داري يلعب كورة، مجرد دخلته في الميدان طوالي عمل شنو؟ حركة تحت التسليس. دي حركة البابا في الكنيسة، دي عقيدة بتاعته تدل على التسليس، يعني بيقول باسم الآب باسم الابن باسم الروح القدس الإله الواحد آمين. يا أخي آمين في عينك، وفي 3 واحد ذاته
ثلاثة. واحد، دي ما بتجي ذاتها، شبابنا يقلدوهن ويذكرون هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنة يعني طريقة أثيرة، سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يا هم ذاتنا المقصودين. يعني حس الآن لو جه خواجه خشرت في جحر بتاع ضب، بتلقى لك زول يقول لك والله الزول ده ما دخل ساي، عنده فهم. ده معنى الحديث كده، بقول لك الزول ده ما عنده فهم. إذن الآن اتباع القرب سبب من أسباب انتشار هذه الشبهة. ثلاثة، أجهزة الإعلام. وأجهزة الإعلام هنا قاصدين بها الفضائيات ومواقع التواصل ومواقع الميديا الحديثة. أجهزة الإعلام الآن تأثيرها على الشباب تأثير سيء للأسف. كده الآن لو سألنا الشباب أكثر المواقع اللي بيرتادوها في هذه الأجهزة شو؟ الآن المواقع اللي بيرتادوها الشباب شو؟ قاعد يخشوا المواقع الفوق علمي، يعني ما علم بتاع الدنيا كده، علم الدنيا بيخشوا فوق. لو قلنا إنه الشبكة العنكبوتية الآن فوق 99% من المواقع مواقع مفيدة، 1% فقط هي المواقع المثيرة التي تثير الشباب جنسيا، والمواقع الإباحية حتلقى 99 من الشباب داخلين في 1%. ده الكلام ده صح ولا غلط يا شباب؟ 99 من الشباب بيدخل بس في 1%، يعني قاشين بس وفي بعض الأحيان هذه الأجهزة التي يحملونها موبايلات أو الفضائيات نفسها أو مواقع التواصل تبث بعض الأفكار وبعض الأشياء والله إبليس يستحي منها. والله مرة في واحدة من المدارس طالب عندنا في المدرسة اتصلوا عليه ولي أمره إنه يجي، قالوا له يا أخي في مشكلة، ولي أمره جاء قال كيف تضربوا لي وأنا شغال وأنا الولد جبت لكم سجلته عندكم، ما خلاص انتوا وضاربوا الليل. قالوا والله ضربنا لك لحاجة بسيطة بس، شيل الموبايل ده شوفوا فيه شنو. فتح الموبايل، لما نعاين في الموبايل كده خدت الموبايل في الطرابيزة، قالوا الولد ده ثاني ما يطلع من البيت ذاته، المدرسة ما يجي، لأنه تفاجأ بالأشياء التي وجدها في هذا الجهاز، أشياء إبليس كان شافها بقبل كده يقول استغفر الله العظيم. إبليس ذاته والله إبليس كان شافها يقول استغفر الله العظيم. مرة أستاذ في المدرسة ولاني موبايل، شايل لي موبايل، قال لي الموبايل ده فيه 360. قلت له أنا مفتكر الذاكرة، قلت له ذاكرته 360. قال لي لا 360 فيلم إباحي. والله لما عاينت الطالب القبض به والله تأثرت في تعب، يعني في فهمنا نحن طفل صغير لسه. دي أجهزة الإعلام وتأثيراتها. القنوات الفضائية، والكلام ده ملاحظ الآن، شوف القنوات الفضائية بتبث في شنو؟ كل الأشياء اللي بتبث عليك دار توصل للشباب فهم إنه الراحة في شنو؟ السعادة في شنو؟ المال، الجاه، القروش، الإباحية، وهكذا، وكذبوا. طيب من الأشياء التي ساعدت في انتشار هذه الشبهة، وعشان نكون منصفين برضو، الصورة السيئة للالتزام والتدين. عندنا صنفين من الناس عكسوا التدين بصورة سيئة أثرت برضو في الشباب. مثلا بعض الناس بجهل منهم وبعض الناس بغلو في دين الإسلام، ليس في واجب أوجبه الله ولا في سنة يجب اتباعها، إنما في بعض المظاهر والرسوم. في ناس بالجهل من كده، جهلا منهم مفتكرين إنه الدين ده تلبس وسخان ولا تلبس مقطع ولا كده. الشباب لما نشوف الحكاية دي طوالي بتحصل له شنو؟ بتحصل له نفرة. ده بجهل مننا. بعض الناس طبقوا الحكاية دي، عكسوا صورة سيئة عن الالتزام، أن الالتزام مجرد لبس وسخان أو جلابية مرقوعة. في زول تاني برضو ظهر وجاب سمعة سيئة على الالتزام، بيكون ملتزم ما شاء الله وعنده لحية، لكن لما نيجي للناس صار يوشه، ما بيتونس معه ولا ما بيضحك. ده غلو منه. ابن القيم دي بيسميها شنو؟ بيسميها المظاهر والرسوم. مظاهر والرسوم كيف؟ عنده الالتزام شكل بس، صار يوشك ويقول لك زول كارب، يعني زول كارب ما شاء الله، ما بيضحك وطبعا بعض المرات بتكون نتيجة عكسية، لأنه في نفسه يعني متبرم وزهجان من بعض الممارسات السيئة في المجتمع. لكن للأسف الممارسات السيئة في المجتمع
تعالج بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعالج بالدعوة، لكنها لا تعالج بمقاطعة المجتمع. دار يقاطع المجتمع ويهجر الناس ويجي للناس كده صار لهم وشه، ما هم حيكرهوا الدين بالطريقة دي. انت لازم تبدأ. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم مش قال وتبسمك في وجه أخيك شنو؟ الحديث ده بكون فطازم ما قرأه زاف. الحديث ده بكون فطاز. تبسمك في وجه أخيك صدقة. وبعدين خلي بالك الهجر ده ما لا يزول، التزم بالدين دار يهجر. شايف الناس دي صورة سيئة عكسة للدين، طوالي بتأثر في الشباب التانيين اللي ما يلتزموا، بيفتكروا انه الالتزام عقد والالتزام صروش. لا الالتزام ما صروش. كان الصحابة قالوا شنو؟ قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحنا ويؤانسنا حتى إذا أذن إلى الصلاة خرج كأن لا يعرفنا. الصحابة قالوا كلام، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بتكون بتونس معانا وبهزر معانا، أذنت الصلاة مش الصلاة انتهى. لكن وقت الونسة وقت الهزار هزار. في المنكر ما تجتمع معه، في المنكر أهجر. ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. ده وقت الكفر، وقت المنكر ما تقعد معهم. لكن ما في كفر وما في منكر أقعد معهم، عسى ولعل تكون هداية لهم. لقيت نبتسم في وجوههم. إذا من الأشياء التي أثارت هذه الشبهة الصورة السيئة التي رسمها المتدين عن الدين، عكس صورة سيئة. كذلك من الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الشبهة إيثار الحياة الدنيا وطول الأمل. ودي ربنا في القرآن الكريم ذكر قال شنو؟ قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بني آدم كده يا جماعة بطبيعته بيؤثر الحياة الدنيا وعنده طول الأمل، لكن طول الأمل ينسي الآخرة، وهنا الإشكالية. الزول لو أمله بقى شنو؟ بقى طويل بينسى الآخرة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر صحابته الكرام رضي الله عنهم من طول الأمل، فكانوا يزهدون في الدنيا ولا يطيلون الأمل. طيب نحن الآن في العنصر الثاني ده اتكلمنا عن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الشبهة بين الشباب. دايرين نرد على الشبهة. هل فعلا حقيقة إنه الزول المدين ما بيلقى سعادة في الحياة؟ الكلام ده كلام باطل. الدليل على الكلام ده شنو؟ كويس. واحد، أول دليل وأول رد على هذه الشبهة يا جماعة، الزول المؤمن في الحياة ما زي الزول اللي ما عنده إيمان. الزول اللي عنده إيمان في الحياة بيسعى لتحقيق هدف وغاية، عنده هدف. آية 56 سورة الزاريات ربنا قال شنو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معناها الزول المؤمن ده في الحياة دي ما زي الزول اللي ما عنده إيمان، كافر أو منافق أو مشرك أو زول عديم إيمان، ما زيه. الزول المؤمن عنده هدف في الحياة، بيسعى في الحياة وبيكد وبيكدح، لكن في سعيه هذا يراعي طاعة الله سبحانه وتعالى، يراعي رضا الله سبحانه وتعالى. معناها حياته ذاته بشنو يا جماعة؟ بفهم. إذن بيخالف الزول الما مؤمن ده، بيخالفه في المفاهيم وفي التصورات وفي الحياة. طيب نمسك قصة المفاهيم والتصورات والحياة دي كيف؟ الزول الما عنده إيمان بيفتكر إنه السعادة في مجرد مظاهر الدنيا، الأكل، الشراب، اللبس الجيد وهكذا. ربنا لما نتكلم عن الكفار قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم شنو؟ غافلون. الكفار قال بيعرفوا ظاهر الدنيا. قال علماء التفسير لا يعلمون حقيقتها، فلو علموا أنها فانية ولا تدوم وأن فيها المنقصات وأنها يعقبها الموت ويعقبها الحساب لما طال أملهم فيها. الكلام ده ما عارفينه. ده الفرق بين المؤمن والزول المؤمن. المؤمن بيعيش في الدنيا والزول المؤمن برضه عايش، لكن المؤمن حياته في الدنيا ليست الحياة البهيمية، ما زي الكافر همه يأكل ويشرب ويتكاثر. لا، المؤمن بيعيش في الحياة لكنه يعيش لشنو؟ يعيش لهدف ويعيش لرسالة يحملها ويعيش لقيم بيتعبد بها هنا في الدنيا دي. أيوة، إذا نظرتهم للحياة مالها مختلفة. طيب السعادة الحقيقية في شنو يا جماعة؟ السعادة الحقيقية في تطبيق دين الله سبحانه وتعالى وإقامة شرعه، وعندنا أدلة واقعية بنذكرها على الكلام ده.
طيب، من الأدلة الواقعية لو افتكرت إنه السعادة في المال في الراحة، انظر في الواقع. نضرب مثال بإحدى الدول التي هي أعلى الدول في معدلات دخل الفرد، السويد. دي أعلى دول في دخل الفرد، يعني الزول في السويد وهي إحدى الدول الأوروبية وإحدى الدول الإسكندنافية. الناس زي بكلام الشباب اليوم مرطبين، مرطبين لكن ما مرتاحين، وأنا بوريك ما مرتاحين كيف بعد شوية. الناس زي المرطبين بمفاهيمهم مقياساتنا تحت الدنيا، الأكل والشراب مرتاحين، التعليم مجاني، العلاج مجاني، الطالب بيصرفوا له مرتب، الأم المرضعة بدوها بدل رضاعة، الزول القاعد عاطل بده قروش ذاته، قاعد عاطل بده حاجة برمتوا له حاجة برضه، الرعاية الاجتماعية. مرتاحين صح؟ باختصار كده سكان السويد لا يخافون فقرا ولا فاقة، لا خافين من فقر لا خافين من فقر. لكن النتيجة شنو؟ أعلى الدول في معدلات الانتحار هي السويد. الناس زي ما يرتاحوا ماله، ما قلنا الراحة في الأكل فهمنا كده إنه الراحة في الأكل والشراب والترطيبة كويس. ديل أعلى معدلات الدول في الانتحار، ما إنه عندهم كل مقاييس السعادة الآن إحنا شايفينها نهاياتها الدنيوية، لكن ما جابت له الراحة. أبحث وبتلقى الكلام ده. أعلى معدلات الدول في الانتحار بتلقى السويد نمرة 1. بينتحروا مالون الناس زي أكلوا وشربوا وعملوا أي شيء. أديك شيء يا أخي، ديل عملوا حاجات البهيمة ذات ما بتعملها. أباحوا كل شيء حتى ما يخالف الفطرة الإنسانية، أي شيء حلال، خمر مراقد. يا أخي ديل أباحوا الشذوذ أكرمكم الله، الشذوذ ذاته أباحوا، وبعد ما لقوا السعادة. وعندنا ناس الآن بيدعونا دايرين أن نبقى. يا أخي هم ما لقوا السعادة. واحد خواجة في أمريكا قال شنو؟ في نيويورك قال إن الحياة في نيويورك قطاع جميل لحياة مليئة بالتعاسة والكآبة. قال والله نحن في نيويورك انت بتشوف كده في غطاء شنو؟ غطاء جميل بتاع الحياة، غطاء جميل. قال لحياة مليئة بالتعاسة والكآبة. لذلك الإحصائية الرسمية في أمريكا بتقول بين كل 4 إلى 5 دقائق امرأة مغتصبة أو ستتعرض للاغتصاب. دي حياة دي حسة بين 4 دقائق إلى 5 دقائق، يا في مرة اغتصبوها يا حتتعرض للاغتصاب. عندهم في كل رأس ساعة في جريمة قتل سببها السرقة. دي راحة دي حسة ومعدلات. عندهم الأمراض التي فشت فيهم، القلق، زول مرتاح ما له قروش عنده، لكن كثرت فيهم أمراض القلق والاكتئاب. الزيارات للعيادات الأمراض النفسية، ودي بإحصائية رسمية ذكروها هم نفسهم، زادت بعد الحرب العالمية. بعد ما انتصروا في الحرب العالمية 1945 قالوا العيادات النفسية عندهم بقت كثيرة ذاته، وهم غينوا هاي، لكن التردد على عيادات الأمراض النفسية بقت كثيرة. بل ظهرت عندهم بعض الأمراض التي لا يتخيلها مسلم، مرض التوحد، الاكتئاب والتوحد. في واحد من العلماء عندهم بيوصف مرض التوحد، بيقول ده زي الزول اللي جابه خدته في غرفة عبارة عن مراية بس، دخلوا في غرفة، الغرفة دي كلها مراية، بفوق له مراية، تحت مراية، بالجنبات عبارة بس جوا مراية كده، بالجنبات ال4 مراية. قال وهذه الغرفة ليس لها أبواب ولا نوافذ. معناها الزول ده عايش في شنو؟ في عزلة، ما شايف إلا رقبته. بالله عليك الله زول مؤمن بيؤمن بقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. بمرض مرض زي ده. زول مؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت، ومؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان تكن لا تراه فإنه يراك. بمرض مرض زي ده. إذن انتشرت عندهم هذه الآفات. طيب، السعادة الحقيقية في الإيمان والعمل الصالح. ربنا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. هنا بيساوي الاثنين، الذكر والأنثى، ودي الآية اللي بتوريك السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. شرط السعادة شنو؟ الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. دي الآية اللي لخصت لك السعادة. نشوف الإيمان المقصود شنو. أيوة، آية ثانية في سورة الأنعام الآية 72. الزول الفقد الإيمان ده يا جماعة ما بيلقى الطمأنينة، لأنه أصلا السعادة في القلب طمأنينة وراحة بال. الكلام ده قالوا حتى علماء التربية من الغرب قالوا الكلام ده. واحد دكتور قال لما كنت طالب في الجامعة عملت جدول في فهمي أنا لأشياء تحقق السعادة، فكتب فوقها المال، الجاه، السلطة، وهكذا. رص حاجات كثيرة داري يحققها في حياته بيزعموا إنها بتحقق السعادة. قال فعرضتها على أحد البروفات في الجامعة، بروف بيدرسهم في الجامعة، عرض عليه الجدول، قال لي رأيك في الجدول دي الأشياء أنا داري أحققها في الحياة تحقق لي السعادة. قال عايل للجدول البروف وضرب عليه كله، غلطه، قال لي لعلك نسيت أعظم شيء. شنو؟ كتب له بين قوسين راحة النفس وطمأنينة البال. دي السعادة، راحة النفس وطمأنينة البال. هم وصلوا للحكاية دي نتيجة للتجارب، صح؟ هم وصلوا لها شنو؟ بعد تجربة وبعد تعب. يا أخي أنت في القرآن الكريم ربنا ذكر لك يا أخي، ما في داعي للتعب. ربنا في القرآن الكريم قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اختصر لك الطريق. هم وصلوا للكلام ده بعد جهد وبعد عناء. خواجة رحالة بودلي جاء سنة 1818، خلى الغرب ذاته رحالة وألف كتاب في الكلام ده. ما لقى السعادة هناك، فجاء في أفريقيا تحديدا في شمال أفريقيا وجلس مع البدو. قال حتى كتب الكلام، قال والله قال الأيام التي جلستها مع هؤلاء الأعراب البدو في البادية كانت أسعد أيام حياتي. ده الخواجة الكافر قال الكلام ده، شهيد بها. ليه؟ قال الناس اللي بيجيون السخانة هم في الخلا، يجيهم مويه بتاع السخانة بيقوموا بيتصرفوا عادي. قال لو في بهيمة تعبت بيضبحوها، لو في زول يرشوا بهم، وهكذا. قال بيتصرفوا، وبعد ما خلاص مويه الحر انتهت المويه قال يقولوا قدر الله وما شاء فعل. لاحظت؟ الخواجة خطت تحت خطين. قال فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بالقدر. قال لأنهم مسلمين بيؤمنوا بشنو؟ بالقدر. بيعتقدوا إنه حاجة أصابتك أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. دي راحة البال هنا. الزول المؤمن هنا يا جماعة من عمل صالحا من ذكر أو يا أخي أنت ما مؤمن بالقدر. قال صلى الله عليه وسلم، خلي بالك في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إن أمر المؤمن كله له خير. المؤمن أمر كله له خير. قال إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. قال وليس ذلك إلا، يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته قال لك وليس ذلك إلا له، قال لك ده إلا للمؤمن. زول ما مؤمن ما عنده، مؤمن بالقدر، أصابته مصيبة. شوف الزول المؤمن لو جاته مصيبة تلقى شنو؟ ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وقد يكفر ويقول له كده بس يا ربي، مش قاعد تسمعوه؟ دي كفر. أول حاجة ربنا قدر كده، المؤمن بيقول شنو؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. ده وقت المصيبة. طيب لو جات مال وفتحت عليه الدنيا، المؤمن وقت ما تفتح الدنيا تفتح عليه بيقول دي نعمة ربنا أنعم عليه، بيعمل شنو؟ يعطي ويؤثر غيره. المؤمن هناك لما جاته المصيبة جزع، والآن لما تجيب النعمة الناس براهم بيقول لك والله الزول ده يتغير ورفع نخرته، صح؟ من جاته قروش بيرفع نخرته، أيوة، بيتكبر حتى على أقرانه. الناس اللي كانوا حاضرين بيتكبر عليهم. ليه؟ لأنه جاته الدنيا دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ما كده، المؤمن أمره كله له خير. في حالة الضراء بيصبر، وفي حالة السراء ماله بيشكر. إذن ده الإيمان المقصود. الإيمان المقصود من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا هنا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يوم القيامة. لما نزلت الآية ربنا يتكلم عن الأمن في الدنيا في سورة الأنعام قال الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخلطوا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا وهم مهتدون في الآخرة. دي كيف دي؟ الآية دي شقت على الصحابة. حديث عبد الله بن مسعود قال والله لما نزلت هذه الآية شق ذلك الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن الظلم هنا ظلم النفس بالذنوب والمعاصي،
فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ من فينا ما ظلم نفسه؟ كلنا عندنا ذنوب ومعاصي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك الظلم هنا هو الشرك. أولم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان عليه السلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الإيمان القاصد إنه الإيمان الما خالط شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم آمنوا ومستقيمين استقامة حقيقية، ما رجعوا الثاني للشرك. إيمانهم ده ما خالطوا شرك. ديل بيلقوا الأمن في الدنيا هنا بيلقوا الأمن، ما خالطوا شرك، ما حلفوا بغير الله وما دعوا غير الله وما استعانوا بغير الله وما استغاثوا بغير الله. ديل بيلقوا الأمن، قلبه مطمئن. ليه؟ لأنه قلبه دقة ماله صرفا خالصا لله وحده لا لغيره. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. ده مثال ربنا ضربه للمشركين، والمشركين عرب أقحاح بيفهموا اللغة العربية كويس. قال لهم انتوا الواحد فيكم لو عنده عبد له براو عبد حقك انت براك يا ابو جهل، عبد حقك انت براك، وغيرك عنده عبد لكن فيه شركاء متشاكسون بيخدم، الخدمة بتكون واحدة. عبد لك انت براك بيخدمك انت بس قصادك، لكن لو في عبد عنده شركاء متشاكسون حيخدم ده وحيخدم ده وحيخدم ده وحيخدم ده. ده مثال ربنا ضرب للشرك. انت بترضاه لنفسك يا ابو جهل؟ لا لا لا، ما بيرضاه لنفسه. الحاجه دايره تكون حقته شنو؟ براو. ربنا داير قلبك ده يكون له براو عشان تلقى الطمانينه وتلقى السعاده. ربنا قال لك داير قلبك ده يكون له براو. قال ابن القيم رحمه الله والقلب بيت الرب حبا واخلاصا مع الاحسان، فاذا تعلق بالسماع اصاره عبدا لكل فلانه وفلان. حتى قال ابن القيم رحمه الله ان في القلب شعثا لا يلمه الا اقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه فاقة لا يملأها إلا الغنى بالله. أنت عارف القلب ده فيه حتات فاضية ما بتتملي إلا بالأنس بالله. ده كلام من القيم من علماء التربية المسلمين. خلي بالك في حتات في القلب فاضية، لو سمعت غنى ما بتتملي، اختلطت عملت الدار تعمل ما بتتملي الحتات دي، عملت أي شيء. قال إن في القلب شعثا. تعرف الشعث الزول بيكون ممرجل شعره وشغال ومغبر وشعره طاير كده وفيه غبار الشعث. قال الشعث ده ما بيتلمى إلا إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفوقه فاقة وفقر دي ما بتسد إلا بيقين القلب بالله تعالى. قال وفيه وحشة، في وحشة في القلب. الوحشة دي دار تزيله، الغنى ما بيزيل لك، أصلا ما بزيل لك. قال لا يزيلها إلا أنس بالله. دائرة الوحشة دي تزال من قلبك، خليك عندك أنس بالله تعالى. عشان كده شوف الناس اللي عندهم الأنس بالله حالتهم كانت كيف. نحن لو دايرين نعمل مقارنة، وده ذاته من الردود اللي بنرد بها هذه الشبهة. لو دايرين نعمل مقارنة شوف حالنا الآن وشوف حال الصحابة رضي الله عنهم الذين وجدوا السعادة، قلوب اتملأت بالإيمان وبحب الله تعالى. خبيب بن عدي رضي الله. وخلي بالك نحن لما نضرب الأمثلة دي الناس زيل في زمن كان عندهم شنو؟ في شظف من العيش، وربما كان أحدهم يعذب ويسام سوء العذاب يعذبه، لكن قلبه مليان بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقى السعادة هنا في الحتة دي الفاقدة الناس ما لاقينها. طيب خبيب بن عدي رضي الله عنه عذبه كفار مكة، عذبه لما قبضوه عذبه، فأرادوا دايرين يساوموه. قالوا له قل كلمة أشرك يا زول أكفر ارتد وبنفكك. قال لا والله ما كنت لأرتد، أنا ارتد والله ما ارتد. قالوا له إذن ما خلاص ما ترتد، لكن قل كلمة في محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا الرد هلا بس قول كلمة في الرسول صلى الله عليه وسلم بنفكك. دي فرصة جاته. انتوا عارفين الزول ده قال شنو؟ قال لا والله ما كنت لأفعل ذلك. والله زول ما لاقي السعادة ما بيثبت ثبات زي ده. قال لا والله ما كنت لأفعل ذلك. المساومة شغالة، نزلوا لآخر حاجة، هم دايرين يطلعوا بأقل شيء. قاموا قالوا له خلاص ما تقول حاجة في محمد، لكن جاوبوا لنا على السؤال ده الإجابة اللي احنا دايرينها. أتحب أن يكون محمد مكانك؟ هو الزول ده كان ماله يا جماعة؟ عذبوه وصلبوه في التنعيم، دارين يقتلوه، مصلوب دار يقتل.
قالوا له خلاص ما تقول محمد، بس كلمة واحدة، أتحب أن يكون محمد مكانك؟ رأيك شنو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في حتة دي. ها كيف؟ زول ما يلاقي السعادة في قلبه ما بيجاوب الجواب الجاي ده. قال لهم لا والله يا أعداء الله ما أحب أن يشاك محمد بشوكة وأنا آمن في أهلي. قال لهم والله مش تفكوني، أنا أكون آمن في أهلي والرسول صلى الله عليه وسلم ما طلع من شنو؟ شوكة ما طلع. نازل غضب منه غضب شديد، قتلوه هاي، لكن بينشد بيقول شنو؟ قال ولله أشكو قربتي ثم كربتي وما جمع الأحزاب لي حين مصرعي وكل ذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلي ممزعي. قال دي في الله، كان قطعنه يقطع في الله. يا أخي ده الزول اللي لاقي السعادة اللي بيصبر صبر زي ده. عشان كده الشاعر قال فيه شنو؟ قال أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي رضا من الإتلاف فأجابهم كلا ولا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. قال لهم محمد إن شاء الله رعاف ساي ما يجيب. ده الإيمان ودي المحبة الجد يا جماعة، ده الإيمان ودي الطمأنينة ودي السعادة الجد. بلال رضي الله عنه ساموا كفار مكة سوء العذاب، يجر في الرمضاء في بطحاء مكة الحارة، وضعوا الصخرة على صدره وهو قاعد بيقول في شنو؟ بس بيقول أحد ما زاد. حتى في واحد من المشركين قال له يا بلال لقد مللنا أولم يا زول نحن ملينا ذاته، يجيب لك كلمة ثانية أحد نحن ملينا. قالوا يا بلال مللنا أولم تمل، أنت ما مليت يا زول؟ قال والله يا أعداء الله لو أعلم كلمة تغيظكم أكثر منها لقلتها. لو عارف لي كلمة ثانية بتغيظون أكثر أكان قلتها، دي بس العارفة. ده إيمان، هم بيعذبوا فيه لكن هو لاقي الراحة. سألوه بعد سنين قالوا له يا بلال كيف تحمل العذاب ده؟ انت تحملته كيف يا بلال؟ تحملت العذاب ده كله كيف؟ قال لهم اجتمعت عندي مرارة العذاب وحلاوة الإيمان فطقت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فاستعذبت العذاب. يا أخي ده كلام عجيب ذاته. قال لهم يا أخي العذاب ذاته بيقول لي حلو، عنده شو؟ مرارة العذاب. فأنا قلت لك الزول المؤمن ربما يكون مصاب في جسده مبتلى فقير مفلس، لكن الراحة وين يا جماعة؟ الراحة هنا. الزول ده هنم معذبينه، قال اجتمعت عندي مرارة العذاب وحلاوة الإيمان، لكن الطاغت ياته طغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فاستعذبت العذاب. لذلك كان بيغيظ في الكفار وهم بيعذبوا فوق. العذاب ذاته بيقولوا حلو، العذاب ذاته بيقولوا حلو. دي عند الجماعة إياهم فيه، دي ما إلا عند المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما أنا قلت لك الإيمان عنده حلاوة. ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بس ده الإيمان اللي بيجيب لك السعادة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الإيمان هنا يحب الله ورسوله، حتى لو أحب له زول من ناس الدنيا بيحبه في شنو؟ في الله، ما في دنيا. يعني ما بيحبه عشان مكانته، يقول لك الزول ده والله عنده واسطة وبعدين كده ينفعنا. لا، لو حب له زول بيحبه في الله، ولا يقول لك والله عشان الدنيا عنده مال، يقول لك الزول ده مقرش نستفيد منه. لا، دين الناس اللي ما عندهم إيمان. الناس اللي عندهم إيمان محبتهم ذات في الله ولله وبالله، دين محبتهم. عند الجماعة إياهم فيه لا ما عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ده الزول اللي بيذوق حلاوة الإيمان. يا أخي أنا أقول لك حاجة، حلاوة الإيمان دي هرقل ذاته عارفة. هرقل عظيم الروم، هرقل ذاته عارفة. حديث أبو سفيان ده حديث طويل بتلقاه في كتب السنة. سأل أبو سفيان هرقل عظيم الروم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للملوك يدعوهم إلى الإسلام، من ضمن الكتب كتاب رسلوا له عظيم الروم هرقل الملك. قام قرأ الكتاب قال شوفوا لو في زول من العرب هنا نادوه لي أسأله من محمد ده الحاصل. فأقرب زول لقوا أبو سفيان مع بعض التجار من مكة جابوه وقفوا قدامه، ووقف العرب اللي معه وراون. انت شنو؟ قال له انا اقرب زول لمحمد، انا من
قريش من قبيلته ذاته، قال لا قف قدام، ووقف الجماعة وراه وقال له أنا بسأل السؤال كان كذب بس قولوا كذب. أبو سفيان قال شنو؟ قال والله لولا أخشى أن تكتب يعني يحسبوا لك كذبة كان كذبتها. سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أسئلة. هرقل عظيم الروم في ال10 أسئلة دي توصل إلى إنه دين الإسلام حق من ال10 أسئلة دي. أبو سفيان قال أنا والله لو ما خايف يمسكوا لي الكذبة دي كان كذبتها. الوقت ذاك لسه كان عنده عداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأسئلة التي سألها له سألوا من الإيمان ده، قال له وأتباعه أتباع محمد أيزيدون أو ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال أيرجع منهم أحدا سخطة في دينه، في زول فيهم بيسلم وبعد ذاك بيرتد سخط في دينه كاره دينه؟ قال لا. وتم الأسئلة. بعدين جاوب له وسألتك عن كذا لما جاء في الحتة دي قال له وسألتك عن أتباعه أيزيدون أو ينقصون وقلت إنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، أمر الإيمان لحد ما يتم في زيادة. وسألتك هل يرجع منهم أحد سخطة عن دينه فزعمت أن لا، قلت لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يا زود يا أبو سفيان ده هرقل ذاته عارفة. قال له وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. في النهاية هرقل علق شنو؟ قال لأبو سفيان قال له الحق وأسلم. قال له أمشي أسلم آمين به والزول ده كلامه حق. ووالله لو علمت أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لقسلت عن قدميه. قال له والله لو أنا قاعد حاضره أغسل له كرعين. أمشي آمين يا زول لا في مالك انت ذات. يا أخي الكلام ده هرقل عظيم الروم عرفه. إذن الإيمان هو بلسم الحياة، الإيمان هو السعادة. طيب والناس جربوا، ونحن بنقول للشباب لا تجرب المجرب فتحل عليك الندامة. الناس اللي قالوا السعادة في السهرات الحمراء، والقالوا السعادة في الاختلاط، والقالوا السعادة في الغناء، انت براك انظر إلى خاتمتهم كيف كانت خاتمة. ما تجرب المجرب. هل وجدوا السعادة؟ كثير من مشاهيرهم مات منتحرا، في ولا ما في؟ واحد غنيان من المشاهير ده شد دماغ غنيان عنده جزيرة كاملة مسجلة باسمه، لاقوه انتحر كتر نفسه براك. ده ما سعيد يعني ما عنده قروش؟ عنده قروش، جزيرة كاملة حقته في أي حاجة، انتحر من المشاهير. ما لقى السعادة؟ السعادة ما في المال. عشان كده نحن ممكن هنا نطلع قاعدة ونقول للشباب ليست السعادة في الغنى أو الفقر، إنما السعادة في راحة البال وطمأنينة النفس. الحاجات الثانية اللي انت شايفها دي مظاهر. ممكن زول تكون عنده الدنيا وسعيد، ممكن ما تكون عنده الدنيا وبرضه سعيد، ولا كيف؟ والناس شاهدوا كثير من الفقراء يحمدون الله ويشكرونه أكثر من الأغنياء، وكثير من الأغنياء يحمدون الله. إذن المال ما عنده مقياس. ربنا في القرآن الكريم لما ذكر المال قال ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم، يجعل لهم بيوت شنو؟ قال أيوة حتى السقف تكون، قال وزخرفاء، يعمل لهم بيوت السقف بتاعها من ذهب ومن فضة. لكن لو الحكاية دي حصلت الناس كلهم بيبقوا واحد. لو تساوت أسباب الغنى في الدنيا لقصدها الناس سواء كانت خير أو شر. يعني لو كان سبب الغنى واحد الناس كانوا يجتمعوا فيه ولو خير ولا شر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى الناس أرزاق ميزان بين الناس، لكن ما جعل السعادة في هذا الغنى أو في شنو أو في الفقر. الحقائق الواقعية شهدت بأن المؤمن، لو دارت تعمل امتحان للزول المؤمن تشوفه سعيد، وشوف امتحن برضه غير المؤمن بتلقى المؤمن ثابت معك. كيف؟ نضرب أمثلة كده. يمتحنون وقت الأقدار ذكرناها قبل شوية، ويمتحنهم بالموت. أسألهم بالموت، مش قلت السعادة في هذه الأشياء التي يظنها الناس؟ قل لي يا زول الموت كيف؟ بكرة بتموت. شوف الزول المؤمن ده بتلقاه جاهز للموت ومستعد له، وذكر الموت ذاته ما بيزعيه ذاته، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أكثروا من ذكر هادم اللذات. لكن الزول بتاع الدنيا بس وهمه بس الدنيا ومفتكر السعادة في أشياء الدنيا، ده ذكر الموت ماله والله بتعبه شديد خلاص. انت عارف ذكر الموت لرجل في طعام قاعد بياكل،
قاموا جابوا سيرة الموت قالوا فلان مات، قام نفض يده من الأكل، قال والله قفلت نفسنا ذاته يا أخي، قفلت نفسنا ذاته من الأكل. وفي زول بتونسوا معاه قالوا له يا أخي فلان مات، قال أعوذ بالله يا زول، ده معناه ما جاهز. امرأة من الصالحين قالت والله إني أبحث عن الموت كما يبحث الناس عن الحياة. قالت ووالله لو وجدت أن الموت يباع ويشترى في السوق لاشتريته. قالت والله قال لقيت الموت في السوق بيبيعوا فيه بيشتروا فيه أنا كان اشتريته. ليه يا جماعة؟ ليه؟ دي ما زول جاهزة، زول جاهزة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاه. الزول اللي بيكون جاهز سيرة الموت ماله ما بتزعيه أصلا، ما بتزعيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأفقر رجل أو أكثر زول في الدنيا يتعذب، ممكن يكون فقير وممكن يكون أصلا ذاته شكله ذاته الناس ما بيدوروا. قال يؤتى بأتعس رجل، أفقر رجل من أهل الدنيا وهو من أهل الآخرة. قال فيغمس في الجنة غمسة. الزول ده يتخيل كل أنواع الشقاء والتعاسة اللي بتمر بذهنك عنده، شكله شين، الناس ما بيدوروا، هدومه مقطعة، مفلس، أي حاجة يتخيلها. ده أشقى زول ما لقى في الحياة دي، عاش فوق 60 سنة ما شاف فوق سعادة أصلا، 60 سنة في شقاء. قال فيؤتى به. دي الحاجات يا جماعة اللي بتلطف للمؤمن الحياة، دي عندنا قلنا عند المؤمن الزول، دي الحاجات اللي بتيسر ذكر الآخرة وذكر الموت. المؤمن بيكون جاهز ليها، لكن الزول اللي ما عنده إيمان بيكون خايف منها. قال يؤتى به يوم القيامة فيسأله الله. الزول ده في الدنيا كان فقير وكان مفلس وكان معدم. قال فيغمس في الجنة غمسة. بيعملوا له شنو؟ بيغمسوه في الجنة غمسة واحدة بس، فريد غمسة، ما قعد فوق ساعتين ثلاثة بس كده ويطلعوه. قال فيسأله الله هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ ها كيف؟ وبعد كده مرت لك بشدة؟ قال فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط وما رأيت شدة قط. يا جماعة الدنيا دي هينة خلاص، الدنيا دي هينة. 60 سنة انت معذب فوقها، غمسة واحدة في الجنة بتنسيك ليه. قال فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط وما رأيت شدة. عشان كده ما تهتم للدنيا. قال ويؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا. ده زول عنده مقاييس السعادة اللي عند الناس، المقاييس الوهمية. يمكن تكون عنده مال وعنده جاه وعنده سلطة وشكله سمح والناس بيديروه، لكن من أهل النار نعوذ بالله. قال فيؤتى يوم القيامة قال ثم يغمس في النار غمسة. يعملوا له شنو؟ يعطينوه عطينة واحدة في النار. ثم يسأل هل رأيت نعيم قط؟ يا زول انت شفت نعيم قبل كده؟ قال فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط وما مرت بي سعادة قط. الآخرة دي ما عندها، الدنيا دي ما عندها قيمة. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله بمقاييس الله يوم القيامة جناح بعوضة لما سقى منها كافر شربة ماء. لو كان عندها مقدار أو مقياس ما كان الكافر يشرب فوقه موية. ده كافر بينعم فوقه، لكن غمسة واحدة في النار ما له يا أخي بتنسيه أي حاجة. غمسة واحدة بس في النار بتنسيه الموضوع ده كله. عشان كده ما تهتم للأيام وتفتكر إنه السعادة في هذه الأشياء التي يبحث الناس عنها. الإيمان إكسير النفوس. كيف يعني؟ الإيمان إكسير الأرواح. الإيمان دي الحاجة اللي بتأثر في الزول، وممكن يكون هو في وسط يعج بالمنكرات، وسط بيعج بالمنكرات، وسط يعج بما شئت من أنواع التعاسة، لكن في نفسه كده وحاسس بالسعادة. دي اسمها جنة الدنيا. وأنا قلت لك إن القيم لما قال المتقين في نعيم قال النعيم ده وين؟ في الدنيا وفي الآخرة. ومن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة شنو؟ جنة الآخرة. نضرب مثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الكلام ده الناس المؤمنين والمحبين والذين وجدوا السعادة عبروا عنه بألفاظ مختلفة. ولا يدرك المدارج إلا من درج. الزول ما بيحس بالأشياء دي إلا الزول البدأ فوقه وسعى فيها. شيخ الإسلام ابن تيمية عذب وسجن وضرب ومنع من أن يخطب خطبة سايبة تعجمع حمام من الخطبة، لكن كان بيقول شنو لما قالوا له إن السلطان، قالوا له السلطان دار يحبسك، قال ماذا يفعل أعدائي بي؟ ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن حبسي
خلوة ونفي سياحة وقتل شهادة. قال بيعمل بيه شنو الحاكم؟ داير مني شنو؟ داير يحبسني؟ حبسي ده خلوة أختلي بالله سبحانه وتعالى. إن حبسي خلوة ونفي داير ينفيني، وإن نفي سياحة دي سياحة لي أتأمل في ملكوت الله، ولو داير يقتلني وإن قتلي شهادة، إن جنتي في صدري هي معي أنا ما شئت. قال الزول ده ما بيقدر بيطلع شنو؟ السعادة مني، لأنه الجنة بتاعتي وين؟ في صدري، محل ما مشيت عندي. لذلك عندما سجن رحمه الله سجنه قاعد في السجن، زول عالم قاعد مع الحرامية والسراقين وقطاعين الطرق، خش معاهم السجن يومين ثلاثة، عمل له درس في السجن، عمل درس ودرس الناس وتاب المسجونين تابوا. الموضوع ده ما عجب الحاكم، ما عجبه، قال اعملوا له حبس انفرادي، طلعوه منه. دخلوا السجن أثر في المسجونين، طلعوه، فسجن في حبس انفرادي في سجن القلعة، فأخذ يكتب ويؤلف، شايل الورقة والقلم ويكتب فملأ الكتب. ألف الفتاوى 34 مجلد كتبها، يكتب ويفتي. قال ما تدخلوا له الأوراق والقلم، أوراق وقلم ما تدوا، أوراق وقلم ما في. فأخذ شال له فحمة وبقى بيكتب على الحائط، يكتب في الحيطة الفتاوى والآراء والمسائل الفقهية يكتبها على الحيطة. بعد ما الحيطة يتملت فحمة ذاتها ما يكتب بها، والحيطة ذاتها أقبل على القرآن، فأخذ يقرأ القرآن ويقرأ حتى ختم وهو في السجن 72 ختمة، ومات وهو يقرأ في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. زول ما يلقى السعادة بيعمل عملية زي دي يا جماعة. تفضل يا شيخ لو دار تاسع إزاي؟ تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ذكرنا أن الإيمان هو إكسير الأرواح وإكسير النفوس، وهو سر السعادة التي يبحث الناس عنها. وضربنا مثالا بشيخ الإسلام رحمه الله، حتى أن تلاميذه طلبته دخلوا السجن بعده عشان يشيلوا الفتاوى الكتبة في الحيطة. زول بيختم له 72 ختمة في السجن وبيموت في الآية دي، باقي لك ساي. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك قال ابن القيم رحمه الله نحن في سعادة ووردت هذه الكلمة عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أيضا. ده الناس لقوا السعادة بيعبروا عنها، بيقول شنو؟ يقول نحن في راحة وفي سعادة، والله لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالصياط. إبراهيم بن أدهم ورد عن ابن القيم يقول والله نحن في راحة وفي سعادة وفي لذة، لو عرفوها أولاد الملوك لجالدون عليها بالصياط. جالدون عليها بالصياط كيف يا شباب؟ يعني يجي يقلع مني يشيل الصوت فيك الدين السعادة. ديلك ما بفتشوا للسعادة، لكن بيفتشوا لها في حتات شنو؟ ما ياها. الكلام ده قالوا أحد العلماء المعاصرين عندما ذهب به إلى الغرب، ودوه في مستشفى، أصابه مرض فأدخل إلى مستشفى لا يدخلها إلا علية القوم. في طبيب كان مختص
متابعة الحالة بتاعته، رأى الشيخ بالمرض بتاعه، ما يسميه الناس الآن بأمراض خبيثة، بمرضه ده الشيخ في ذكر لله، وهو من أحد العلماء يعني ربنا يرحمه ويتقبله، في ذكر لله وفي راحة وفي مطمئنية بالأمراض اللي عنده. الدكتور اللي بيعالج فيه ذاته سأله قال له يا شيخ أنا الآن زي ما شايفني طبيب مختص وبصرف أعلى المرتبات وعندي كده وعندي كده وعندي كده، لكن ما لاقي لي راحة وسعادة زي اللي حسه انت فوق. الحاصل شنو؟ وكان الشيخ حكيما رحمه الله. قال له أنا حاسألك أسئلة أنت جاوب لي. أنت لو داير تمتع نظرك بتعمل شنو؟ قال له والله بمشي بشاهد المناظر الجميلة، أمشي الحديقة أشوف لي مشهد جميل. طيب لو داير تمتع أذانك بتعمل شنو؟ أذنك بتعمل شنو؟ قال والله أسمع لي غناء وموسيقى. قال له طيب لو داير تمتع أنفك بتعمل شنو؟ قال له بشم لي رائحة طيبة وعطور كده. قال له طيب ينفع لو داير تمتع أذانك تشم لك ريحة طيبة؟ الدكتور ضحك قال له ما بتجي يا شيخ. قال له طيب لو داير تمتع أذنك تمشي تعاين لمنظر جميل؟ قال له لا يا شيخ ما بتجي، ما انت اي حاجه كل شيء متعته من جنسي بتمتعوا بالحاجه شنو؟ اللي بتمتعوا دي ما متعه الاذان. قال لي بس انا من قيل داير اجابتك دي. انت قلت المال والوظيفه والمكان وما لقيت المتعه لانك بحثت عن المتعه في غير محلها. بس الدايره انا المتعه وين؟ ايمان في القلب تجده، سعاده وطمانينه في قلبك ما بالحاجات الدانيه. والنقاش استمر مع الطبيب ونرجو الله أن يكون قد أسلم والشيخ توفى رحمه الله. إذن الآن نحن بنقول الإيمان هو اللي بيغير. لما يجيك واحد من العلماء ويقول لك نحن في لذة وفي سعادة لو علم بها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسياط، دي حاجة الزول شنو يا جماعة؟ حاجة الزول بالزوقة وبيحس بها. لما يقول لك إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، قال ابن القيم حتى إنه ليمر بالقلب لحظات أقول لو أن أهل الجنة فيما نحن فيه إذن إنهم لسعداء. يا أخي ده قارن نفسه بأهل الجنة ذاته، خليك من أهل الدنيا. قال والله مرات بتجي نشوة وبتجي سعادة بالإيمان اللي نحن فيه والطاعة اللي فيها. قال والله بقول لو أهل الجنة زي ما نحن حسنا نحن والله مرتاحين ذاته. يا أخي ده معناه حصل درجة دخل جنة الدنيا ولا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا. الإيمان نوصي به الكبار ونوصي به الصغار، هو بلسم الحياة، هو إكثير الأرواح. وحنختم بمثالين نضربهم. دي الناس الإيمان أثر فيهم قلب حياتهم من الصحابة رضي الله عنهم. شوف حياتهم قبال الإيمان وقبال الإسلام كيف، وحياتهم بعد الإيمان كيف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الزول ده في الجاهلية كان كيف؟ معروف كان زيه زي أهل الجاهلية، كان شديد وقوي حتى أنه عذب بعض المسلمين الزنيرة امرأة وابنتها عذب لما نعمت. واحدة من النساء الأسلمن الأوائل قبال ما عمر يسلم عذب لما نعمت. هو بيحكي عن نفسه إنه في الجاهلية بيتذكر الأشياء في الجاهلية بيتذكرها مرات لما يقعد يبكي، وفي أشياء بيتذكرها يقعد شنو يضحك في حاله. يعني هو كيف كان بيستحمل الكلام ده بعد ما أسلم يتغير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغت من قسوة مرة من المرات في امرأة دار تهاجر الهجرة، فخرجت صادف السيدنا عمر لاقى عمر، فلما عرفت انه موضوع انكشف يعني قامت زجرته شاكلته يعني قال لها ماشي وين؟ دار تهاجري؟ قالت له نعم هاجرنا وفررنا بديننا فقد آزيتمونا، قالت له يعني آزيتونا وعذبتونا ونحن مارقين خلينا عليكم. قامت ادته كلام كده قوي. سيدنا عمر ده في آخر أيامه في الجاهلية قام يتأثر دنقل ما سألها مشى. هي استغربت، أقول ده عمر لما مشت تلاقى الزوجة في المدينة حكت له القصة، قالت له وجدت عمر بن الخطاب وأنا مارقة وقلت له كده وما قال لي حاجة، والله الزول ده يمكن يسلم. زوجها قال لها ترجينا أن يسلم عمر ابتدائي يسلم عمر بن الخطاب؟ قال لا والله يسلم حمار بن الخطاب ولا يسلم عمر بن الخطاب. قال لا شفت لو جاء الحمار بتاع ابوه اسلم عمر ما يسلم، زول صعب. سبحان الله شوف الزول ده لما يسلم يتغير كيف. هذه القوة بقت قوة في شنو يا جماعة؟ في دين الله. قال أقواهم في دين الله عمر. هذه القوة كانت قوة في الدين لكنها رحمة على شنو؟ على الخلق. لما قالوا له يا عمر الناس يهابونك
قال لي الناس بيخافوا منك. قال الحمد لله الذي ملأ قلوبهم مني هيبة وملأ قلبي لهم رحمة. قال الحمد. وانت عارف الزول المسؤول ما بينجح إلا تتوفر فيه الصفة دي. شوف المسؤول ما بينجح إلا تتوفر فيه الصفة. الناس يهابوه وهو قلبه يكون شنو؟ مليان رحمة له. دي الصفة بتاعت النجاح للمسؤول. عمر بن الخطاب بلغ من حاله بعد ما أسلم أنه كان يبكي فيسأل ما يبكيك يا عمر؟ ده بعد ما مسك الخلافة. قال أخشى أن يسألني الله عن بغلة في العراق لماذا لم تسوي لها الطريقة يا عمر؟ ده الزول اللي كان شديد زمان. شوف الإسلام غيره كيف. قال والله خايف. تعرفوا البغلة يا جماعة؟ بغلة حيوان عقيم مركب مجنس بين الحمار والحصان. قال والله أنا في العراق عنده. قال والله أنا خايف بغلة تتعتر في العراق يوم القيامة ربنا شنو؟ إذا أني أنت من المسؤول إذا أني منها يقول لي يا عمر ليه ما سويت لها؟ ليه ما عبدت لها الشارع؟ ليه ما سفلت لها الشارع ده يا عمر؟ خوف من في قلبه. شوف يتغير كيف. حتى قيل أنه كان في وجهه خطان أسودان من حرارة الدمع. يبكي لما وشه ذاته ماله. ده بعد ما مسك الخلافة رحمة ورقة في قلبه. وشه بقى فيه خطين سود. الخطين ديل من شنو؟ مشلخ؟ لا ما مشلخ. دي من حرارة الدموع أثرت في وشه. التأثير ده جاب شنو يا جماعة؟ الطمأنينة اللي في قلبه دي جات بشنو؟ بعد ما دخل الإيمان في قلبه. ده سر السعادة. مثال ثاني الخنساء رضي الله عنها. وماضر الخنساء دي معروفة عند الشباب في المدارس بيدرسوها لهم. بيقول لك الخنساء ترسي منه أخاها صخر. يا أخي دي في الجاهلية كتبت ما يقارب 120 ولا 121 قصيدة في أخوها ده كمان ودبوها ذاته ولا شقيقة. رسته ب 121. شوف الجزع جزع حتى أنها قالت وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار وصفته. يا أخي دي مراسي الخنساء في أخيها الصخر ما في أصدق منها وما في أشهر منها مشهورة. لكن شوف لما نسلمت اتغيرت كيف. ده أخوها ودبوها رسته كده. حتى في مرة قالت يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. شوف متأثرة كيف بيموت أخوها. قامت أسلمت. شوف التغيير. أسلمت. شوف قلبها بقى قوي كيف عند الإيمان. 4 من أولادها ماتوا كلهم في معركة واحدة. هي ذات اللي قالوا نمشي موتوا. لما جاءت معركة القادسية جمعت بنيها ال4 قالت لهم تعالوا اقعدوا. ما بزور لابس درع ما يكون لابس اقعدوا. قالت لهم يا بنية إنكم لأبناء رجل واحد كما أنكم أبناء امرأة واحدة. والله ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم. قال لهم ما في منكم زول يشك يقول أنا ما أمه. أبوكم واحد وأمكم واحدة. لكن أنا لا خنت أبوكم ولا فضحت خالكم. فإذا بدأت المعركة فيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها أريد أن أحتسبكم في سبيل الله. المعركة دي بدت ما تقعدوا لي ورقات لهم ما تدفنوا دقين. ما تدفنوا دقين قالت لهم هاي امشوا قدام يا جماعة. دي الزول اللي بتبكي على أخوها بالسنين. شوف الإيمان أثر فيها كيف. دورت المعركة هم متذكرين وصيته. قاتلوا في هذه المعركة وقتلوا جميعا في معركة القادسية. الخبر جاء عملت قصيدة قالوا لها أبنائك ماتوا كلهم ال4. قالوا لها مات بنوك ال4. قالت الحمد لله الذي شرفني بشهادتهم لذلك أعددتهم. قالت والله أنا وكان ما ماتوا. قالت في سبيل الله ما فيه خير ذاته. قالت أنا جهزته للموضوع ده. يا جماعة الزولة دي الغيرة شنو؟ تبكي بالسنين على أخوها ودبوها. أولاد المنحة شاها 4 ماتوا صبرت عليه. اللي تغير شنو؟ نحن محتاجين للإيمان ده. اللي تغير الإيمان. ملخص الكلام لا نريد أن نطيل على الناس. الكلمة البسيطة دي يا جماعة دارين نلخصها في نقاط الناس تستفيد منها. نقاط تمسك بها. أولا بحث الناس عن السعادة لأنها كنز. داير كنز السعادة. في كنز اسمه السعادة. الكنز ده مدفون تحت شجرة. الشجرة دي فرعها ماله. ربنا في القرآن الكريم لما ذكر شجرة الإيمان قال شنو؟ قال أصلها ثابت وفرعها الشجرة دي الإيمان مدفون دي شجرة شنو يا جماعة؟
دي شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. دائرة الإيمان بتلقاه تحت الشجرة دي. ربنا لما وصف كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله قال أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. السعادة هناك تحت الشجرة دي. ألزم شجرة الإيمان بتلقى كنز السعادة. 2 مما نختم به ملخص لهذا الموضوع نوصي الشباب بأن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان. ما يلين فيك ذول يغشك يقول لك والله يا أخي الدين ما فيه، الدين فيه والسعادة. وأكثر الناس سعادة في هذه الحياة هم الملتزمين بدين الله تعالى. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. فضل زمن للصلاة الشيخ ولا نختم عليه كذا؟ طيب لو في 7 دقائق ممكن، لو في زول عنده حاجة قبل ما نختم، يمكن نكون في حاجة نسيناها يا شباب وعمامنا الكرام جزاكم الله خير، ربنا يبارك لكم على حسن استماعكم. لو في زول عنده سؤال في حاجة داري ينبه عليها ما في إشكال قبل ما نختم. 7 دقائق. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا ممن توليت، بارك لنا فيما أعطيت يا الله، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا الله. اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ثبتنا وثقل موازيننا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ. تفضل. نعم. الدين في هذا اليوم أو في الزمن ده خاصة تعددت وسائله وآلياته ضد الإسلام أو ضد الإسلام. نعم. كيف إنه ممكن ندافع عن الإسلام؟ وهل الدعوة وحدها صراحة كافية إنها ترد أعداء الإسلام؟ جزاك الله خير. طبعا أعداء الإسلام اللي تحدثنا عنهم اللي بيصدوا الشباب عن الدين وسائل فعلا تعددت وكثرت، لكن لا يبارك الله فيها. ربنا في القرآن قال شنو يا شيخ الآية سورة الأنفال؟ الذين كفروا قال شنو؟ ينفقون أموالهم مال ليصدوا عن سبيل الله، شنو؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. سبب نزول الآية شنو؟ المشركين لما اتهزموا في غزوة بدر الغافلة النجد دي قالوا يخلوها يجمعوها، ليه؟ عشان نحارب بها محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال وسائل دي مال ده ماله حيكون وبال عليهم، قال ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أعداء الله كثر لا كسرهم الله، وسائل كثيرة لا بارك الله فيها. طيب المطلوب شنو؟ نحاربهم كيف؟ شوف، أول حاجة كونك تلتزم بدينك ده أكبر سبب وأكبر حاجة أنت بتحاربهم بها. الناس داري يبعدوك من الدين، أنت كلامهم ده دخلته بيجاي ومرقته بيجاي، التزمت به، دي أكتر حاجة بتغيظهم. يعني دي بتغيظهم أكتر مما تجي شنو؟ تجادلهم. ما أنت لما تجادلهم أديته شنو؟ أديته فرصة يظهر الباطل بتاعه. أعضاء الله على أصناف، منهم من يؤمر بالمعروف وينهى، ومنهم من يهمل ولا يناظر. كيف؟ في زول انت عارفه صاحبك رفيقك معاك في الجامعة أخوك في البيت جاته شبهة بقى هو ذاته يصب عن سبيل الله، لا أخشوا، تأمر بالمعروف تنهي عن المنكر تدعو بما استطعت. طبعا التغيير عنده درجات ذاته، ممكن يكون بشنو؟ باليد لمن له سلطة، وبيكون بشنو يا جماعة؟ باللسان لعامة الناس، وبعض مرات بتعجز بيكون التغيير عن شنو؟ عن بقلبك وليس وراء ذلك من إلام حبة خردل. دي ربنا هداك لها الاستطاعة، فزي ده انت بتقدر تغير بيدك في بيتك، صاحبك اجتهد معه. لكن في زول لاقاك عنده موقع في يوتيوب ولا في غيره، عنده قناة فضائية، عنده أي شيء، انت الزول ده لو جيت قعدت تتابعه أول حاجة بتزيد في انتشاره. ودي وصية أنا بديها للشباب من حسها. شوف خلي بالك معي، في مواقع في الشبكة العنكبوتية الآن بسموها شنو؟ مواقع الميديا. انت كل ما تحضر كل ما زدت في شنو؟ في انتشار. ما هي الشبكة العنكبوتية دي الآن مواقع التواصل دي مبنية على شنو؟ عندها معادلة معينة، خوارزم معينة، صعب بسموها خوارزميات.
كل ما المقطع اللي هو نشره، كل ما المقطع الناس شاهدته ويتفاعلت معاه وعملت لايك ولا عملت ما دايراه ذاته، المهم انت تفاعلت مع المقطع ماله بينتشر اكثر، صح؟ يا اخي زي ده ما تسمع له ذاته يا اخي. زول بيقول في شبهات من البدايه ما تسمع له، جاك في القائمه بتاعت الفيديوهات عمل له كده، مش بيمشي برا شيله امسحه، ما تتفاعل معه. اولا هو دار يصد عن سبيل الله، انت اديته فرصه انه شنو؟ ينتشر، ما تنشره. اي زول دار يصد عن سبيل الله مقطعه مش شاهده. اثنين احذفه، كل ما انت تشاهده بتساعد في انتشاره. دار يعرف الحق ودار يناقش، اللي يجي للعلماء، العلماء اللي بيبينوا الحق وبيناقشوا موجودين، وليس كل مسلم هو الذي يناقش الملاحدة والمبتدعة. ولا كيف يا جماعة؟ أي مسلم مخول له المناقشة؟ لا ما يجيزه. الآن عندنا الناس دي كلها ما شاء الله شديدين ما عيانين. في زول مرض بيجي بعالجوهم ولا بعالج الدكتور؟ ها؟ بعالج الدكتور ما يجي زول بيتولى العلاج. ديل بيناقشوهم العلماء وبيدافعوا عن الإسلام بالمناظرات العلماء، ما يجي زول يطرح نفسه كمناقش وكمناظر في أجهزة الإعلام. ده بيضر أكثر مما ينفع. أنت بتدي فرصة لهذا الباطل إنه ينتشر، الباطل مش شاهده، أحذفه بس. عندك خير دار تنشر دين الإسلام أوريك، طبق الدين. اثنين تعلم دين الإسلام. انت كل ما يتعلمت دين الإسلام رديت عليها أعداء الله، كل ما يتعلمت دين الإسلام كل ما ارتقيت وبقيت شنو؟ بقيت عالم، وحاجي وقت من الأوقات بترد على الباطل. لكن ما تستعجل وتبقى الشاهد وتعلق، الشاهد بتعلق وتنشر الكلام. دي بس إجابة بسيطة كده، ما دايرين نجيف كثير في هذه المسألة. ده تنبيه بنقوله للشباب، لأنه في كثير من الأحيان بيقول لك في مقطع وفي مقطع انتشر، المقطع اللي خلاه ينتشر شنو؟ الشباب نفسهم اللي خلوه ينتشر. والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلي شيخ محمد عمر.